صباح الخير يا جماعة، عاملين ايه؟ تعالوا نعمل مع بعض الكبسة الاقتصادية. انا مسمياها كده لاني عاملاها برز عادي مش رز بسمتي. تعالوا نعملها، بيسموها اكلة الحلة الواحدة. فهنشوف كده واحدة بواحدة نعملها ازاي. جميلة جدا واقتصادية. تعالوا نشوف مع بعض. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب بصلاية مكعبات، نحطها في حلة على النار مع معلقة سمنة. تمام، نقلبها كده ونستنى لما تبدأ بس ان هي تصفر معانا بالطريقة دي. هنحط قطع اللحمة بتاعتنا، نحطها تتشوح كده مع البصل، نحطها كده تتشوح على الجنبين. اللحمة بتاعتنا النهاردة نسبة الدهون فيها قليلة، تمام، عشان كده حطيت معلقة السمنة دي. لما بتكون نسبة الدهون كتيرة في اللحمة ما بحطش معاها سمنة خالص، بكتفي بالدهون اللي في اللحمة بتاعتنا. تمام، لما بيكونش فيها دهون فببتدي ان انا احط معلقة السمنة دي تتشوح فيها كويس من الناحيتين. تمام كده. ولو عايزين اكلات جديدة يا جماعة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. ولو عجبكم الفيديو دوسوا لايك. هبتدي بقى ان انا احط التوابل بتاعتي. هنحط فلفل اسود، قرفة خشب او عيدان زي ما انتوا عايزين. هي كانت عيدان وانا كسرتها زي ما انتوا شايفين كده. تمام، هنبتدي بقى ايه، نديلها تشويحة كده في التوابل دي. طبعا مش قادرة اقول لكم الريحة عاملة ازاي، ما شاء الله ريحتها كانت تحفة. تمام، نستنى عليها شوية في التشويح. تمام، ما تستعجلوش. هحط توابل تانية، هحط السبع بهارات لسه، وهنحط ليمون ناشف. تمام، كل الحاجات دي بقى ايه الروائح الحلوة دي، السبع بهارات اهو. تمام، هنديلها تقليبة كده، وبعدين هقوم حاطة عليها لتر من المية علشان تاخد 3/4 سوا قبل ما نحط الرز. هنديلها كده ايه 3/4 سوا علشان ما تبقاش ايه شادة معانا، لازم تبقى مستوية كويس. هتكمل سواها بقى ايه مع الرز لما نحطه. حطينا المية اهو، هنسيبها تستوي بقى وبعدين نشوفها هنعمل ايه. هنا هنحط الليمون ناشف اهو، وهغطي عليها واسيبها تستوي براحتها. حطيت الملح، طبعا نظبط الملح للحمة وللرز لان احنا هنحط الرز برضو، فظبطت الملح علشان يبقى مظبوط للاتنين، للحمة وللرز. تمام كده. كده هي خدت 3/4 سوا معانا. هحط بقى توابل الكبسة دي، بتتشرى من عند العطار عادي. معلقة كركم، تمام، معلقة بودرة زعفران، حطيتهم كده في الشوربة قبل ما احط الرز.
وسبتهم غلوة كده، وبعدين هبدأ احط الرز اللي انا غسلته وصفيته، لازم يبقى مغسول ومتصفي كويس. هننزل كده الرز مع اللحمة والشوربة، هنديله كده تقليبة كده. نزلنا الرز مع الشوربة واللحمة. بنظبط بقى يا جماعة، لو حسينا ان الشوربة قليلة على الرز بنزود شوية مية، لو حسينا ان هي كتير طبعا بنشيل منها ونسيبه لما يستوي خالص. زي ما بنعمل الرز بنسيبه لما يتشرب الشوربة خالص، وبعدين نوطي عليه يتردد، وبيبقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. ما شاء الله استوى معانا اهوت، واللحمة كمان كملت سواها زي ما انتوا شايفين. ما شاء الله لونه تحفة، وطعمه وريحته فظيعة. طبعا أكلة مختلفة، اللحمة كمان طعمها مختلف، والرز زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله أكلة جميلة جدا واقتصادية، من غير رز بسمتي، بالرز المصري العادي جدا، وبألف هنا وشفا.